عبد الناصر، مساء الخير. مساء الخير نادية، مساء الخير مشاهدي قناة الجزائرية متتبعي الأخبار الثقافية. نسعد دائما باستضافتكم مشاهدينا وباستضافة ضيوفنا اللي شرفونا للاستوديو. محمد والي، رئيس مهرجان الترجيح للفيلم القصير والفيديو كليب الفني، مرحبا بك. شكرا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لجمهور قناة الجزائرية. شكرا. الله يخليك. عمر هذا المهرجان هو 3 سنوات، رانا في الطبعة الثالثة. نعاود نوليو كيف جات فكرة التأسيس لهذا المهرجان؟ بداية فكرة التأسيس كانت في 2010 بإطلاق مسابقة للإنتاج أحسن إنتاج سمعي بصري. توجت هذه المسابقة يعني بإطلاق مهرجان سمعي البصري في ولاية المسيلة كطبعة أولى. هذه الطبعة ما ميزها يعني أولا اختيار المنطقة، بحكم أن ولاية المسيلة يعني منطقة سينمائية بامتياز، ربما لأن جل الأفلام التي فازت بجوائز عالمية كانت يعني أماكن تصويرها في ولاية المسيلة. في البداية كان بداية من ضيوف المهرجان الإعلامي أولا كان جمال محمدي، زائد السيناريست والمخرج سعداوي مهداوي سعداوي، بالإضافة إلى جمال حزورلي. نعم. جمال حزورلي يعني الناقد السينمائي والإعلامي الكبير. نعم. إذا كان المهرجان في المسيلة، بعد هذا ولا في الجزائر العاصمة في الطبعة تاعو الثالثة. نعم. نعاود نوليو كما قلنا الطبعة الأولى والثانية، التوصيات اللي خرجتوا بهم على مدار هذه السنتين. هي من أهم التوصيات التي كانت في مهرجان ولاية المسيلة. أولا هي إقامة ورشات يعني في العمل الفني، بداية من الإخراج إلى السيناريو إلى التمثيل، وجسدنا هذه الأمور بداية في الإخراج. نعم. من أهم ما جاء به مهرجان السمع البصري لجيل الترجيح هو أولا اكتشاف المواهب الشبابية في الإخراج، لأن دائما نقول نحن في الجزائر يوجد مواهب كثيرة، لكن هناك يعني تحديين كبيرين. من أهم التحديات أولا الاكتشاف، ثاني شيء هو الاستثمار. نعم. نحن اشتغلنا بداية على الاكتشاف في مهرجان 2011 في ولاية المسيلة. نعم. أهم شيء في مهرجان ما ميز مهرجان الجزائر العاصمة يعني اليوم اللي رانا في صدد افتتاحه اللي افتتحناه اليوم. نعم. هو اكتشاف واستثمار المواهب. نعم. لأنه يعني في مواهب كثيرة يعني جاءتنا بأعمال ممتازة مرشحة لتكون يعني أعمال جزائرية تشرف الوطن بامتياز. نعم. المشاركين عدد تاعهم؟ عدد المشاركين 17 مشارك. 17 يعني. المسابقة انطلقت قبل شهرين، الإعلان عن المسابقة في الفيسبوك. في الفيسبوك وموقع جيل الترجيح. نعم. الإعلان عن المسابقة. شحال عدد المشاركين كليا؟ وبعدها نوصلوا 17 اختيروا للمشاركة في هذا المهرجان. عدد المشاركات كان حوالي 24 مشاركة، احنا اخترنا من بينهم 17 مشاركة، لأنه المشاركات الأخرى كانت ربما لا تفي بالشروط. نحن نعم. يعني كان من أهم الشروط يعني الشروط اللي نعم. هي الشروط أولا احنا عندنا صنفين في المشاركة، أولا الكليب الفني، ثاني شيء الفيلم القصير. نعم. هناك أعمال اللي ما قبلناهاش كانت عبارة عن روبورتاجات، تقارير كانت خارج هذه الصنفين. نعم. لهذا احنا اخترنا 17 عمل الآن هو مشارك في المهرجان. نعم. ضوابط لازم تكون انه العمل تقييم من حيث الإبداع، التأثير البصري، الإخراج، التصوير والتركيب والموسيقى، وهناك لجنة تحكيم تسهر على هذا التقييم. نعم، هناك لجنة تحكيم في مهرجان الفيلم القصير والكليب الفني الآن طبعة الثالثة. لجنة التحكيم هي تتكون من المخرج الكبير محمد حازرلي. نعم. ومن أهم المخرجين، صاحب مثلا سلسلة أعصاب وأوتار وفيلم الوثائقي حلم النسور. كذلك معنا الممثل القدير حسن كشاش. نعم. كذلك معنا السيناريست نور الدين أغليسي، وكذلك معنا المخرج عبد النور زحزاح، والممثل جمال الدين محمدي. نعم. أهم الأعمال اللي اخترتوها؟ الآن أهم الأعمال أنا أظن لأنه أغلب الأعمال اللي جاءتنا هي عبارة عن فيلم قصير. نعم. المواضيع تاعها المواضيع اللي موجودة هي أولا تتكلم عن المخدرات، تتكلم على هموم شباب يعني عامة، تتكلم على اليأس، تتكلم على أفق وطموح شباب لجزائر أفضل وأفق أفضل ومعيشة يعني
طيبة. أهم هذه الأعمال تحاكي الواقع المعيشي للجزائريين. لأنه شعار هذا المهرجان في الطبعة تاعو الثالثة هو السينما الجزائرية صورة الوطن. نعم. حبيت أنه المهرجان يكون صورة عن الحياة اليومية للمواطن الجزائري. نعم. هو شوف، الجزائر لما احنا اخترنا شعار المهرجان هو السينما الجزائرية صورة وطن، بمعنى أن نقول صورة وطن. نحن في الجزائر صورتنا جميلة، نحن عندنا تاريخ ممتاز، عندنا شهداء، عندنا مفكرين، عندنا مثقفين، عندنا تاريخ يعني مليء يعني بالمفاخر. نريد نوصل هذا الكم المعرفي والكم الثقافي والكم التاريخي بصورة جيدة سواء للداخل أو للخارج. نعم. هذه صورتنا الآن، لأن الآن نحن نعتقد أن صورة الجزائر الآن ما زالت مغيبة أو ضبابية. نعم. احنا عملنا من هذا المهرجان أنه نخرج هؤلاء الشباب، أنه نكون نتيح لهم فرص الاحتكاك مع المخرجين من أجل الخروج بأعمال مشرفة تكون هي صورتنا أمام الغير. نعم، الصورة أمام الغير، لأنه كما قلت أخ محمد أنه ثقافتنا الأمازيغية العربية نعم. الإسلامية من المفروض أن نسوقوها للآخر كما داروا أشقائنا سواء في المغرب، تونس، باقي البلدان العربية. نعم. اللي يقدروا يسوقوا الثقافة تاعهم، حتى التركية سوقوا الثقافة تاعهم واللي نحن مستهلكين. ومن المفروض أن احنا نفتخر ربما بثقافتنا الأمازيغية ونسوقوها، العربية ونسوقوها، ونوصلوا لأبعد الحدود. أكيد هذا هو يعني من أهداف المهرجان، أنه نسوق هذه الثقافة عن طريق مثلا شباب جزائري عنده حرص واهتمام أنه يشتغل. وأهم شيء أن نقول أن الشباب يعني موجود، لكن ما الشيء اللي يفتقده هو الفرصة فقط. لأنه نحن دائما نقول أنه أهم شيء اللي يصنع أي شاب ناجح هو الفرصة. لما هضرت على الفرصة، مثلا لو ناخذ مثال في الفيديو كليب لمونس خمار. نعم. مونس خمار من خلال الفيديو كليب أيام اللي عرض حصريا على القناة الجزائرية، يعني قدر يوصل من خلال القناة إلى الوطن العربي يعني. وتلقينا صدى يعني كبير كبير كبير. الوطن العربي اندهشوا لما كان الإنتاج الجزائري 100%. صحيح. مثلا مونس خمار مثلا من أعماله عنده عملين، عنده عمل عابر الأخير وعنده كليب وردة الجزائرية. نعم. يعني ما عندوش يعني أعمال كثيرة، لكن مع هذا لما أتيحت الفرصة لمؤنس خمار انطلق يعني بعيد. وحتى هذا الكليب أدهش يعني الجميع خاصة في المشرق، لما يقول بلي هذا صحيح يعني من عمل جزائري يعني 100%، هذه مناظر جزائرية، هذه هي الجزائر. يعني احنا أصلا استغربنا، يعني هذا ما ينقصنا يعني احنا خاصة في المجال الفني والإعلامي أنه نوصل صورة الجزائر بطريقة جميلة وحسنة للغير. نعم. يعني احنا على عاتقنا عمل كبير. يعني الجزائر يعني غنية يعني بثقافات يعني كبيرة، أمازيغية، عربية، أمور كثيرة يعني الجزائر. لهذا احنا عندنا يعني مسؤولية تجاه الجزائر وتجاه الشهداء الأبرار أن نوصل هذه التضحيات إلى الجزائري أولا، وثاني شيء إلى ما بعد الجزائري مثلا الوطن العربي، من خلال العمل في ورشات، لأنه المهرجان عنده ورشات لتكوين. أكيد المهرجان عنده ورشات، من بين الورشات التي ستقام يعني غدا بإذن الله ورشات في التمثيل، ورشات في الإخراج، ورشات في كتابة السيناريو. احنا ينشطوها أعضاء لجنة التحكيم. نعم. الأستاذ محمد حاضر اللي هو السيناريست نور الدين غليسي، والمخرج عبد النور زحزاح هو من المخرجين الشباب. نعم. اللي فازوا بجوائز عالمية في مهرجانات في أبو ظبي وفي رومانيا مؤخرا، يعني كذلك شاب. نعم. راح تكون ورشات يعني من باب اولا الاحتكاك وتبادل الخبرات ما بين الشباب وكذلك المؤطرين. نعم. وحتى انه اليوم كان عرض 17 فيلم قصير. نعم. وفيلم الفيلم اللي محمد حازورلي حلم النسور، يعني تلتقي التجربة القديمة بالإبداع الشباب. نعم. اليوم كان عرض في أفلام القصيرة اللي عملوها الشباب، زائد عرض حصري، عرض يعني شرفي لفيلم الوثائقي حلم النسور للأمير عبد القادر، تجسيد شخصية الأمير عبد القادر. وتمت مناقشة بين الشباب وبين المخرج في أسئلة، في مثلا كاين في أمور يعني ثرية يعني كانت موجودة اليوم، أنه الشباب استفادوا من تجربة محمد حازور. يكفي أنك تكون حاضر وأمامك مخرجين. نعم. أكيد. وتوصل، ويكفي أنكم تبقوا معنا باش تكتشفوا معنا الأجندة الثقافية. نعم. تفضل ناصر. اليوم.
زميلتي نادية، نمشيو لسيدي بالعباس عشاق الراي على موعد غدا مع الشاب ياسين، الشاب ميمون، الشاب رضوان الزهوانية، بلال الصغير، توفيق الندرومي، الشاب الهندي والشاب محفوظ. أيضا سهرة الخميس بمسرح الكازيف يحييها كل من سينيك، كاينا، ريمكا سونتراز، كريم الجانج، عزو وسيرلي. بالمركز الثقافي العدي فليسي الجمهور على موعد غدا مع المجموعة الصوتية وفنفار رحمانية مع فؤاد ومان، حسيبة عمروش، سامي زرياب والأوركستر بيلوت. المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى شباب بولاية أم البواقي سهرة غد يحييه كل من جروب دزاير، جروب تاطافول وجروب وكمال القالمي وجروب لطران. هي مجموعة من الفرق الجزائرية والتي تنشط في مختلف الأنواع الموسيقية، وحتى الشباب اللي ينشطوا في الفيلم القصير راهم على موعد مع المهرجان الترجيح للفيلم القصير والكليب الفني في طبعته الثالثة. بين الكليب الفني والفيلم القصير، توصيات وكلمة ختامية نختم بها هذه الجلسة. هي من أهم توصيات، أولا سنقوم يعني بعمل ورشات يعني في المستقبل، من بينها تدريب مثلا المشاركين على تقنيات التصوير والإخراج. كذلك من أهم الأمور اللي راح تخرج بها المهرجان سمع البصري هو الخروج بأعمال يجسدها المشاركين، تكون يعني من طرف المشاركين الفكرة والأداء، وإن شاء الله حتكون في المستوى المطلوب، يعني تكون حاجة مشرفة بناء على الخبرة والمهارة اللي يتعلموها في المهرجان، زائد الورشات اللي نعملوها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي محمد ولي، رئيس ومؤسس مهرجان ترجيح للفيلم القصير والفيديو كليب الفني في طبعته الثالثة. نشكرك على تقبل الدعوة. شكرا لكل مشاهدي الأخبار الثقافية عبر قناة الجزائرية. شكرا لك زميلتي نادية. شكرا لك ناصر، شكرا لضيفنا أيضا. شكرا مشاهدينا، قبل أن نودعكم تذكير بأبرز العناوين. الذكرى 51 للاستقلال، الاحتفال حاضر وبوتفليقة غائب. الدرس الأخير لزروال، الزهد عن السلطة والمستقبل للشباب. وفي النشرة أيضا مصر بين شرعية السلطة وشرعية الجيش والشارع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. يلقاكم بعد قليل زميل يوسف يحيى في الموعد الرياضي. إلى اللقاء.